عمرك حسيت انك غريب؟ انك بتحب العلم بس حواليك هزار وتفاهة؟ انك عايز تطور من نفسك بس مش لاقي ناس في ظهرك وبتشجعك؟ الانسان مننا اتخلق بيحب يحس بالانتماء، ما بيحبش يحس ان المجتمع رافضه، واحساس انك غريب لمجرد انك مختلف ممكن يقلل ثقتك بنفسك ويخليك تشك في نفسك، وممكن تنحرف عن الصح لمجرد ان المجتمع بيعمل كده. وفي شباب كتير بنسمع قصصهم كل يوم، منهم اللي نعرفهم ومنهم اللي ما نعرفهمش، شباب فعلا عباقرة ومبدعين، لكن للأسف مش واخدين حقهم طبعا، زي الأخبار اللي ملهاش لازمة وأخبار الكورة اللي طالعة كل يوم ترند. ومنهم الطفل المصري العبقري أنطونيوس ماجد اللي ابتكر نظارة للمكفوفين. ومنهم شاب تاني اسمه مصطفى محمد فريد، شاب لسه في إعدادي وعمل عصاية للمكفوفين بتكلفة أقل من النضارة. أهو دول بقى اللي بجد يستاهلوا الدعم ويستاهلوا إن الناس تعرفهم. بس استنى اكيد مش دول بس هم اللي طموحين في مصر او في الوطن العربي، لسه في قصص تانية مستخبية، قصص شباب بتحب تشغل دماغها في حاجة تفيدهم وتفيد المجتمع. ومنهم اللي بيكمل وبيحارب لوحده، ومنهم اللي بيستسلم عشان محدش شبهه والمجتمع رافضه. العلم يا جماعة مش مجرد مرحلة في حياتك، العلم هو اساس اي حضارة. وعشان كده هنعمل جروبات على تيليجرام وفيسبوك لكل واحد طموح بس مش لاقي حد شبهه وحاسس بالوحدة. دلوقتي هتلاقي ناس في ظهرك وناس هتشجعك وناس دماغهم زي دماغك وناس فاهمينك. وكمان هنبدأ على قناة اليوتيوب ننشر قصص الشباب المبدعة ونطلعهم للنور ونشجعهم يستمروا، وهننشر الوعي بأهمية التعليم، مش مجرد مرحلة، مش مجرد مدرسة، تعليم حقيقي، ونعلمهم طرق التعليم المختلفة. وكمان هنبدأ نشتغل على كورسات مجانية ونعلم الشباب مهارات تساعدهم في رحلتهم التعليمية، ومهارات زي السوفت سكيلز ومهارات تانية كتير بيعلموها الأجانب لأولادهم، وللأسف مش منتشرة عندنا هنا في الوطن العربي. ومعانا مش هتحس أبدا إنك غريب، وهنقف في ظهرك. وابدأ معانا دلوقتي رحلتك في التعليم الحقيقي.